هجوم أمامي على الراحة. تخيل إنك داخل حرب نفسية. عدوك الأول هو القلق، عدو شرس بيهاجمك في كل وقت، يسرق منك طاقتك ونومك وراحتك، ويخليك دايما في حالة ارتباك. بس الخبر الحلو إنك تقدر تهزمه. إزاي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي، تابعونا. كلمتين وبس. أول خطوة لازم تفرغ عقلك يوميا من القلق وتسلمه لنعمة ربنا. تخيل كده إن القلق زي ورقة في إيدك بتسيبها تطير مع الهواء، وتملأ عقلك بإيمان قوي، لأن الرب علي ومخوف ملك كبير على كل الأرض. القاعدة البسيطة كمان، لو خفت الخوف هيجيلك، زي ما قال أيوب: الذي فزعت منه جاء علي. فلازم ترفض القلق وتتمسك بالإيمان، لأن السيد المسيح قال: بحسب إيمانكما يكون لكما. طيب إزاي نهجم هجوم أمامي على القلق؟ بسيطة، قطع أوصال الهموم الصغيرة، ما تخليش القلق يكبر. حل مشاكلك واحدة واحدة لحد ما توصل لجذر المشكلة وتقتلعها من أساس. النقطة التانية، تجنب كلمات القلق. العقل الباطن بيتبرمج بالكلام، فلو فضلت تقول أنا قلقان هتفضل قلقان فعلا. بدل كده قول جملة زي أنا واثق، أنا هادي، ربنا مدبر كل شيء. النقطة الثالثة، غير طريقة تفكيرك. الظروف مش حكم نهائي، انت تقدر تغير واقعك، بس لازم تصدق الصورة الإيجابية وتصلي من أجلها، وكمان تشتغل عليها. في ناموس عظيم في الحياة بيقول: الإيمان يولد النجاح. الإيمان يولد النجاح. لو فكرت بإيجابية هتجذب نجاحات، ولو فكرت بسلبية هتلاقي الفشل بيجري عليك. المعادلة سهلة، آمن تنجح، آمن تنجح. المسيح نفسه قال: كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. بس خد بالك، لازم تكون طلباتك حسب إرادة الله، وكمان خيرك وخير الناس. الحل سهل، خد مشاكلك حطها في إيد ربنا وشوفها من فوق تحت رجليك، مش فوق دماغك. تأكد إنك ماشي في الصح، وآمن النتيجة هتكون بركة ونجاح، وما تسمحش أبدا لتفكير الفشل يدخل قلبك. كلمتين وبس، إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة من جامعة هولي صوفيا.